فيلمنا النهاردة بيتكلم عن الحظ وخصوصا الحظ السيء لما يلازم شخص طول حياته، والفيلم ده فيه رسالة لكل شخص بيشوف دايما ان حظه سيء وان النحس دايما بيطارده في كل مكان. والنهاردة مع حكايتنا بنشوف ان ده مش مجرد فيلم كرتون عادي، لا دي رحلة أسطورية مليانة بالخيال وكلها مغامرات كتير، والمغامرات دي بتعرفنا ان القدر ممكن يتغير وان احيانا الحظ السيء ممكن يكون بداية امل. ممكن كمان يجي عليك وقت تعرف فيه انه اجمل حاجة واحسن حاجة حصلت لك في حياتك كلها، وانه سبب لنجاحك ودفعك للأمام. وهنا مع بعض بندخل عالم صعب يتصدق، عالم بنقدر نتحكم فيه في حظنا. وهنا بنشوف سام اللي النحس كان دايما ملازمها، وسام دي هي بطلتنا اليوم. وكانت سام بنت جميلة جدا وحلوة، بس للأسف النحس كان مصاحبها في كل شيء من وقت ما كانت طفلة صغيرة في دار الأيتام اللي كانت بتعيش فيه، وكانت كل حاجة مش بتمشي معاها صح. الكوباية اللي بتمسكها بتقع منها، حتى السندوتش اللي في ايديها بيطير منها، كل حاجة كانت بتتخيلها مش بتمشي معاها مظبوط. وكانت هي دي حياة سام اللي بتعيش من غير حظ. لكن بالرغم من كل اللي بيحصل لسام من سوء حظها، كانت بتمتلك قلب من ذهب، قلب جميل زيها وكبير مليان بالخير. بالرغم من كده كانت دايما بتفكر في غيرها. كان في طفلة صغيرة اسمها جينز، وكان حظها حلو جدا وكانت بتتمنى انها تلاقي عيلة تحتضنها وتتبناها. وكانت سام صاحبة القلب الكبير بتحب جينز جدا، وكان كل اهتمام سام انها تشوف جينز مبسوطه وفرحانه وتلاقي العيله اللي بتحلم بيها. وهنا بنشوف السنين بتعدي وسام فاضل لها يوم واحد بس عشان تكمل ال 18 سنه، وده معناها انها هتتخرج من دار الايتام وتعيش حياتها لوحدها. وقبل ما تمشي جات لها جينز وطلبت منها امنيه بسيطه، انها تسيب عمله الحظ اللي سام لقيتها في يوم من الايام. وقالت جينز يمكن تجيب ليا الحظ يا سام ويكون حظي حلو والاقي العيله بسرعه. ولكن سام ما كانش عندها غير العمله دي، لانها كانت بتشوف انها بتخفف عنها النحس اللي كان دايما ملازمها. لكن عشان سام قلبها كبير بتحب جينز سابت لها العمله. سام خرجت من دار الايتام وراحت تعيش في شقتها الجديده اللي كانت عباره عن اوضه صغيره، وحياتها كلها كانت ملخبطه. واول ما وصلت سام بتقع في اكتر من مطب، ومفيش حاجه بتمشي معاها صح في حياتها، وان سوء الحظ ملازمها دايما، وان النحس مستمر معاها زي ما هو. وفي يوم من الايام وهي ماشيه في الشارع لقت عمله معدنيه لامعه، اخدت العمله معاها ومن وقتها اتفاجئت ان حياتها بدات تظبط بعد الشيء في حاجات بسيطه، بس كانت فارقه معاها في حاجات كتير. بس الحظ الحلو ده مش بيكمل كتير، وهي راجعه العمله وقعت منها في البلاعه واندهشت سام وقالت لنفسها هو ده بقى قمه النحس. وكانت سام متضايقه قوي مش عشان العمله بس، لكن عشان الامل اللي كانت العمله دي بتمثله ليها في انها بتجلب الحظ، وانها ممكن تجيب الحظ الجينز اللي بتحبها. وبنشوف في اللحظه دي وهي واقفه متضايقه جدا فجاه ظهر قدامها قط اسود، لكن القط ده مش زي اي قط تاني، كان بيتكلم وكان اسمه بوب. ده قط من عالم تاني خالص، من عالم الحظ. وكان بوب بيدور على العمله بتاعته اللي هي نفس العمله اللي سام لقيتها. لكن بنشوف قد ايه سام كانت مصدومه ومنبهره في نفس الوقت. قط بيتكلم ده جنان، رد عليها بوب وقال لها ان العمله دي عمله حظ نادره، وانها لو وقعت في ايد بني ادم ممكن تعمل كوارث في عالم الحظ. لكن سام اللي قلبها طيب زي ما قلنا عايزه تساعد جينز باي طريقه. وهنا بنشوف ان سام بتقترح على بوب انها تجيب عمله حظ جديده عشان جينز تلاقي عيله تتبناها. وهنا بنشوف رفض بوب في البدايه وبيقول لسام عالم الحظ ده عالم سري جدا وكمان ممنوع على البشر يدخلوه. لكن سام كان عندها اصرار غير عادي، وبعد شد وجذب في الكلام اقتنع بوب ووافق انه ياخدها معاه في رحله استكشافيه لعالم الحظ، بس شرط عليها انها تفضل متخفيه ومحدش يعرف حقيقتها انها من عالم البشر. وهنا بتبدا المغامره الخرافيه، وبوب وسام بيدخلوا بوابة سرية، وفجأة سام بتلاقي نفسها في مكان خيالي ولا في الأحلام، وكان عالم كله ألوان وبهجة وكائنات غريبة ولطيفة زي الأقزام والجنيات وحيوانات بتتكلم، وكانوا كلهم بيشتغلوا في مصنع ضخم قوي. وبنعرف إن المصنع ده هو مصنع الحظ. وهنا بنشوف إن الأقزام الصغيرة بتصنع الكرات الزجاجية اللي بتلمع، وإن كل كورة من الكور بيكون جواها حظ معين، حظ حلو أو حظ وحش. وبعدين بنشوف إن الكورة دي بتعدي على خطوط الإنتاج وبتتوزع على البشر في العالم الحقيقي. يعني تخيلوا معايا كده إن كل لحظة حظ حلوة أو وحشة بتجيلنا من المصنع ده. وهنا بنعرف إن بوب كان شغال في قسم الحظ الوحش، وإنه كان بيحاول يوصل لعملة حظ جديدة عشان يرجع بيها للعالم السري بتاعه قبل ما تحصل كارثة أو مشكلة كبيرة. وهنا بنشوف إن سام فضلت ماشية ورا بوب وكانت مندهشة جدا وهي بتستكشف المكان المبهر ده، بس طبعا فضل حظها الوحش ملازمها حتى وهي في عالم الحظ. كل شوية توقع حاجة، تخبط في حاجة، وتعمل كرات صغيرة، وده كان ممكن يعرضهم للخطر وينكشف أمرهم.
وبنشوف إن في خلال رحلتهم بيقابلوا شخصيات تانية كتير وغريبة كمان، وبيقابلوا قزم بس كان طيب وغلبان قوي وكان شغال في قسم الصيانة، وبرغم من كده كان بيحاول يساعدهم. وكمان اتقابلوا مع اللاكي دراجون، وده كان تنين الحظ، وده كان أكبر كيان في عالم الحظ كله، ومهمته كان بيشرف على توازن الحظ بين البشر. أما الحظ السيء كان في منطقة تانية جوه عالم الحظ، وبنشوف إن عالم النحس ده قد إيه مكان مظلم وكئيب وفيه مخلوقات وكائنات شريرة. وهنا بتكتشف سام إن عالم النحس هو اللي بيرسل كرات الحظ السيء للبشر، وإن في نوع من التوازن لازم يحصل. التوازن ده بيكون ما بين الحظ السيء والحظ الكويس. وهم في رحلتهم عشان يوصلوا لعملة جديدة، سام وبوب بيعرفوا إن العملات دي بيتم تصنيعها في مكان معين في عالم الحظ، لكن عشان يوصلوا للمكان ده لازم يمروا على اختبارات ومغامرات كتير. وكل ده وسام بتحاول تخفي إنها بشرية، كانت بتلبس زي من الزي الموحد بتاع الأقزام، وكمان كانت بتحاول تتصرف زيهم. ولأن النحس وسوء الحظ ملازمها دايما، في مرة من المرات كانت بتحاول تعمل حاجة لكن بوظت آلة من آلات المصنع. الكارثة هنا بقى إن الآلة دي هي اللي كانت بتتحكم في توزيع الحظ في العالم كله، والآلة لما باظت عملت لخبطة كتير، وبدل ما الناس يجيلهم حظ حلو بقى يجيلهم حظ وحش. وهنا بنشوف مواجهة الحقيقة مع المستقبل. بعد ما سام بوظت الموازين قررت إنها لازم تصلح اللي عملته، مش بس عشان جينز اللي بتحبها وعاوزة تساعدها، لأ عشان كل الناس اللي في العالم. وفي اللحظة دي سام اكتشفت حاجة مهمة جدا، إن العملة اللي كانت معاها في الأول مش عملة حظ نادرة زي ما بوب كان فاكر، لكن دي كانت عملة عادية جدا. الفكرة كلها مش في العملة نفسها، الفكرة في الإيمان الداخلي اللي جواك، وإنك تشوف الأمور إزاي صح. سام اكتشفت إن الحظ مش مجرد حاجة بتجيلنا من كرات زجاجية، الحظ ممكن يكون صناعة مننا إحنا اللي بنعملها لنفسينا بالإيجابية وبالإصرار والعزيمة وقوة الجذب، وإننا ما نستسلمش أبدا لأي سلبية بداخلنا. وبمساعدة بوب وبعض الشخصيات بنشوف إن سام بتقدر تنجح إنها تصلح آلة الحظ وتقوم بمعادلة التوازن، وبترجع العملة لبوب، وهو كمان بيعرف قيمة العملة الحقيقية إنها مجرد رمز. وسام هنا بتقرر إنها مش محتاجة عملة حظ جديدة، هي خلاص فهمت وتعلمت إنها ممكن تصنع حظها بنفسها. وبتعرف كمان إن الحظ الوحش مش حاجة سيئة، وإن أحيانا الحظ الوحش بيعلمنا وبيخلينا أقوى، وإنه أحيانا بيوصلنا لحاجات كتير ما كناش هنعرف نوصل لها. وبنشوف في النهاية مع بعض إن سام بترجع للعالم الحقيقي، وبتتبنى جينز مش عشان عملة الحظ، لكن عشان سام بنفسها عرفت وتعلمت قيمة الحياة، وإن الإصرار والإرادة هي اللي بتجلب الحظ نفسه. وكمان عرفت إزاي تجلب الحظ لنفسها وكل اللي حواليها. وهنا بنعرف الرسالة إن الحظ مش مجرد صدفة أو كورة بتجيلك من مصنع، الحظ هو نظرتك للحياة وإصرارك وعزيمتك وإيمانك باللي جواك. ولو وصلت معايا لحد هنا اوعى تنسى الاشتراك واللايك الجميل على الفيديو. أنا أحمد ويلة، واللي كتب السكريبت ده إيمي جبر.